النهارده مع الروح، مع الاحاسيس، مع المشاعر المرهفه. جريش الفنان. من يمتلك فن الرسم يمتلك أرقى المشاعر والأحاسيس المرهفة. الرسام فنان بعينه يشوف التفاصيل ولا يبوح، وبإحساسه وبإيده يرسمها وكأنها فيها الروح. فن الرسم أفضل طريقة للتعبير بدون كلام. بعد التحية والسلام على أولاد بلدنا الطيبين، احنا النهارده في ريشة الفنان اللي كنا بنتكلم عنها. النهارده مع أستاذتنا وفنانتنا الأستاذة غادة بكور. تحياتي لحضرتك، وشرفت قناة ابن البلد الفخورة بأعمالك وشغلك الجميل ده. الأول أنا لما دخلت كده شافتني اللوحة ديت، لوحة إيه دي؟ كلمينا عنها. اللوحة دي بتعبر عن بنت مصر بلونها. باللون الخمري. ايوه وبتعبر عن مشاعر حزن شوية. اللي هي اغلب بنات مصر بيبقوا كده يعني احنا مش الاغلب كده، احنا الاغلب الافضل ان شاء الله. لكن هي فعلا العين بتقول ان في حزن، لكن الملامح ملامح المصريه القمحي. حتى اللبس اللي لابساه ده لبس عربي ولا فلاحي؟ لا، هو ده لبس نوبي، بس اللون الاخضر ده بيعبر عن البيئه الخضراء والزرع اللي هي البيئه اللي فيها عندنا في مصر. لا، ده احنا النهارده بقى اكيد هنغوصوا مع ريشة الفنان في الاعمال الفنيه الجميله. الاستاذه غادة بكور بنت البلد، بنت المحموديه، اللي بتعلم اولادنا الفن الراقي وفن الرسم. وفن الرسم طبعا هو ابلغ تعبير بدون كلام، لان الكلام كله بيبقى موجود في التابلو او في اللوحه اللي بيرسمها الفنان. الاول احنا فرحانين جدا ان احنا مع حضرتك وناخد جوله كده في الدار الجميله دي. طبعا طالما موجودين هنا في معرض الاستاذه غادة بكور والفنانه غادة بكور، لازم طبعا ناخد جوله في المعرض في المرسم بتاعها. ورينا بقى. السلام عليكم. يا فنانين الاخبار؟ عايزين نعرف كده الاوضه ديت يعني بتمثل حضرتك ايه؟ انا اعرف ان كل ده بايد حضرتك. اكيد طبعا كل ركن هنا في حاجه جواكي كده، ليه حته. عايزين نعرف بقى الاوضه دي. الأوضة دي بتاعت الأطفال، يعني بيبقى فيها روح البهجة شوية، الورد اللي فيها والألوان وكده. الأطفال عامة بتحب عندي الأوضة دي إن هي تقعد فيها، الأطفال الصغيرين. يعني أصلا كل حاجة وهنا تخطيط وألوان وأطفال وكل حاجة. طبعا. طب عايزين نشوف كده بعض الفنانين هنا كده. اسمك إيه؟ بقالك قد إيه بترسمي بقى؟ مش كتير أوي. طب ورينا كده بترسمي إيه؟ برسم دي. طيب ليه اخترتي الرسمة دي؟ عشان شكلها جميل. مين ساعدك بقى تختاريها؟ مس غادة. طيب الألوان اللي انتي بتحطيها في الرسمة بتختاريها ولا برضو مس غادة بتساعدك فيها؟ مس غادة بتساعدني فيها. قولي لنا بقى، عايزين نسمع منك كلمة تقوليها لمس غادة. إن هي بتتعب عشان تعمل لنا الحاجات الحلوة دي وتساعدنا في كل رسمة بنرسمها. يعني اللقاء ده هو مفاجئ، يعني هي ولا محضرة حاجة ولا الأطفال الباقيين محضرين حاجة، فيعني اسمك ايه؟ بقالك قد ايه بترسمي في المرسم؟ كتير. طيب ورينا كده رسمتك. هي اصلا رسمة. طب الرسمة دي نوعها ايه؟ أنا بحب الأنمي عشان كده رسمتها. اللي هو الكرتون يعني. طيب مثلا الرسمة دي مثلا في حدود وقت قد ايه بتاخد منك؟ على حسب شغلها. على حسب الشغل. دي رسمتك ولوحدك؟ رسمة المعرض. طب كلميني عن المعرض. المعرض كان بالنسبة لك ايه لما خلاص فرحتي بيه كده ولا ليكي اي تعليق؟ جدا، فرحت بيه جدا. جدا؟ تتمني ان هو يتكرر تاني اكيد كل سنة ولا ايه؟ اكيد. ماشي يا حبيبتي. اسمك ايه؟ حلو. عاملة ايه يا حنين؟ كويس. ورينا كده رسمتك. الرسمة دي بقى بقالك فيها قد ايه؟ هرسمها النهارده. يعني بتخلص النهارده. مين بقى بيساعدك في الرسم والتلوين واختيار الالوان؟ مس غادة. قولي بقى كلمة مس غادة انت كمان.
الشهادات دي كلها شكرا ليك يا ميس غادة. الشهادات دي كلها طبعا عدد زميل. نكمل في باقي المعرض. عاملة ايه؟ اسمك ايه؟ رحمة. عاملة ايه يا رحمة؟ عايزين نعرف كده الرسمة ديت نوعها ايه؟ الرسمة دي يعني نوعها زي منظر كده ان هو باب بيت وكده. دي ايه؟ دي رسمة بتعبر عن مثلا باب وبيت يعني وسلالم وكده. طب وليه اخترتي الرصاص في الرسمة دي؟ عشان انا بحب الرصاص، لما بتحبي حاجة بتبقي لما تيجي ترسميها بحب وكده. طب ممكن نشوف بقى الرسومات اللي قبل دي؟ ما شاء الله. الرسومات دي بقى بتاخد منك في حدود قد ايه وقت؟ ممكن مثلا يعني يومين، يعني حصتين. انت اصلا بقالك قد ايه بتتعلمي الرسم وكده؟ في المرسم ولا في المرسم؟ في المرسم بقالي 3 شهور. بقالك 3 شهور بس دي نتيجة يعني ما شاء الله عظيمة يعني. ما شاء الله. كل ده طبعا شغلك. دي ما كملتهاش ليه بقى؟ عشان ما كنتش لاقيها. ما شاء الله. ده شغلك برضه؟ جميلة قوي. دي بقى بالنسبة لك طلعتيها كده، بالنسبة لك معناها ايه؟ معناها يعني يعني بتتكلم عن ان انت مثلا لما تيجي تكلمي حد وكده، يعني هي حد بيتكلم حد في ودنه وقدامه، اللي هو انا قال كلام. بس جميلة قوي. بتعرفي تعبري اكتر بالرصاص من الالوان ولا انت لسه ما جربتيش ودخلتيش في حتة الالوان لسه؟ لا داخله فيها من زمان قوي، بس عشان مليت قوي من الالوان فحبيت ان انا اخش رصاص. ربنا يوفقك وشغلك جميل جدا ونستناكي اكيد طبعا في احسن من كده. عامل ايه؟ اسمك ايه؟ ورينا كده رسمتك. جميل. بقالك قد ايه في المرسم يا احمد؟ 3 سنين. 3 سنين. مين دايما بيشجعك ويختار لك الرسومات بتاعتك ودايما معاك؟ طيب سمعنا كده كلمة ميس غادة. تحب تقول لها ايه؟ بقالك 3 سنين يعني زي ابنها بقى، صح؟ قول لها كلمة، اشكرها، قول لها كلمة. تقول لها ايه؟ مفيش حاجة خالص. يعني انت مفيش شكرا. حاسس بايه يعني لما بتيجي هنا المرسم؟ بتحس بايه؟ تحب الرسم؟ تبقى فرحان؟ تبقى سعيد يعني؟ واكيد عمرك ما كنت هتحب الرسم غير بفنانه جميله زي ميس غادة، صح ولا انا غلطانه؟ قول لها شكرا بقى. كلمة بقى كده ميس غادة كده تقول لها ايه؟ اقول لها ان هي يعني حببتني في الرسم اكتر ما انا بحبه يعني، وشكرا ليها قوي على مجهودها اللي هي بتعمله معايا، ومفيش ناس زي ميس غادة اصلا. عقبال ما نشوفك زي ميس غادة يا رب. ونيجي تاني للفنانه. اسمك ايه؟ فنانه اهو. ورينا بقى انت بترسمي ايه؟ ترسمي بغبغان. بتحبي بقى الالوان والطيور ولا هي جت معاكي كده؟ بتحبي الالوان والطيور ولا هي جت معاكي كده اخترتيها وخلاص؟ بتحبيها؟ بتحبي الطيور، الالوان الجميله ورسومات الجميله وانت فنانه قمر اصلا. نيجي بقى لميس غادة ونشوف بقى الاوضه دي معناها ايه بالنسبه للفنانه غادة. هي الأوضة دي عندي هادية شوية، يعني دايما اللي بيقعدوا فيها بيبقى فيها جو هدوء شوية غير بتاعت الأطفال وغير اللي هنشوفها دلوقتي التانية دي. يعني دي المرحلة اللي في النص. دي المرحله اللي خلاص. نكمل مع بعض. دي أوضة طبعا يعني أجواءها مختلفة خالص عن الأوضتين التانيين. نسمع بقى رأيك في الأوضة دي كمان. هي دي تعتبر بالنسبة لي أحب أوضة بالنسبة لي، بحبها قوي، وأكتر أوضة بحب ألوانها وبرتاح نفسيا فيها، وأغلب الكبار بيحبوا يقعدوا في الأوضة دي. عايزين بقى الفنانة غادة
تاخد لنا كده فنان ونشوف رسوماته وانتي تعرفينا بيه. الفنانة إسراء. الرسمه دي بقى لها قد ايه معاكي؟ عشان انا شايفه ان هي بقى لها يعني كتير، فيها شغل كتير قوي. أسبوعين كده. اسبوعين. طب ليه اخترتيها وليه اخترتي بالذات الرصاص تشتغلي فيها بالرسمه دي؟ فيها تفاصيل كتير حبيت. وانتي اصلا بتحبي الرصاص ولا؟ حبيت الرصاص أكتر. حبيتي الرصاص اكتر. عايزين نسمع منك كلمه كده للمس غاده. يعني مش عارفة أقولها إيه، بس شكرا يعني. ده بتقولي تفاصيل صغيرة كده بتخلي الرسمة في حتة تانية خالص. أقعد أشتغل فيها، بتقولي حاجات صغيرة بتحلي الرسم أكتر وأكتر. الفنانه مي، بقالك قد ايه في المرسم؟ انا جايه بقالي شهر عند ميس غاده. بصراحه ما كنتش بحب الرسم خالص، معاها حسيت ان حاجه سهله جدا وان اي حد ممكن يتعلمه، وبتقعد معانا بالراحه وبتفهمنا كل حاجه. طيب الرسم اكيد وانتي تلوني وتهتمي بالتفاصيل اكيد طبعا بيغير في شخصيه البني ادم. ايه اللي اتغير فيكي لما بداتي ترسمي وتلوني وتهتمي بالتفاصيل؟ بدات عاوزه اخلص الرسمه ديت وابدا في اللي بعديها بقيت حابه الهوايه دي جدا. اللي اتغير فيكي ان انتي تهتمي بالتفاصيل ما كنتش رافضه الجنب ده خالص، وكنت حاطاه على جنب كده. دلوقتي بدات بقى اشتغل. طب قولي كلمه لمس غاده. بجد شكرا لكل حاجه على ميس غاده عملتها معايا، وبجد انا بشكرها من هنا لسنين جايه. شكرا يا مس غاده. اسمك ايه؟ أميرة. اميره. بترسمي بقى يعني ماتيريال مختلفه عن اللي حواليكي، بترسمي ميه صح ولا غلط؟ طب عرفينا بقالك قد ايه بتستخدمي الالوان والتدريجه دي اول رسمه ميه، بس ما كنتش حابه الميه اصلا خالص. بس طب لما دي اول رسمه ميه وطالعه ما شاء الله بالجمال ده يبقى ايه؟ ما شاء الله عليكي. بادئه فيها من امتى؟ اسبوعين. كنت بترسمي ايه بقى؟ ماتيريال ايه قبل الميه؟ رصاص. طب ممكن تورينا حاجه؟ ما شاء الله. كنتي مشاركه في المعرض مع مس غاده ولا لسه ما شاركتيش؟ لا. دي بقى ليها معنى، عرفينا ايه المعنى من الرسمه دي؟ ممكن نعرف ايه المعنى من الفنانة طبعا؟ هي معنى الرسمة ديت ان اغلب بناتنا دايما بيبقوا جواهم حاجات مش قادرين يطلعوها، بدليل هي الحاجة اللي هي حطاها على بقها ديت الكمامة دي. مش بمعنى كمامة، هي بمعنى ايه؟ ان انا جوايا حاجات بس مش قادرة اطلعها، متكممة جوايا، رغم ان انا كبرت واتخرجت بس برضه لسه جوايا حاجات مش قادرة اطلعها. اسمك ايه؟ سلمى. الرسمة دي مين اختارها معاكي ومين ساعدك في اختيارها؟ الناس بدأت تساعدني في اختيارها. طب وانتي ليه برضه اتشديتي الرسمة زي دي؟ عشان هي حاجة مختلفة. يعني انا شايفة ان هي غير كل اللي كانوا في المعرض. حسيت فيها المس غاده قالت فيها تدريج وكده، وفيها تفاصيل كتير حابه ان انا اعملها. بقالك قد ايه هنا في المرسم؟ شهرين. ايه اللي اتعلمتيه وايه اللي اكتسبتيه من مهارات؟ يعني ليه حبيتي تيجي وتكملي؟ يعني انتي كان ممكن من اول حصه ما تجيش. لا هو انا اصلا يعني مش بحب الرسم وكده تمام، بس حبيت لما لقيت المس غاده صاحبتي دي كانت بتاخد هنا وكده، فشفت رسوماتها وشفت الحاجات اللي هي بتعملها، فحبيت ان انا اتعلم شبهها، ارسم حاجات من دي، فبجد حبيت اول لما جيت هنا. يعني نتمنى طبعا مستوى على طول متقدم، وان شاء الله هنستناكي في معرض ميس غاده ان شاء الله. معاكم بقى الفنانة تقى، معايا من حوالي 3 سنين كده، وهي لسه كانت صغنونة لسه بنرسم كرتون، دلوقتي ما شاء الله عليها يعني. اللوحة دي كانت في المعرض صح؟ عايزين نسمع رأيك في المعرض كده، كان ايه رأيك فيه؟ المعرض كان جميل، كان منظم، كان أحسن من المعرض اللي قبله. كان جميل وكان منظم، كانت رسومات جميلة. تتمني المعرض يتعاد كل سنة؟ كل سنة هتقدمي لنا حاجة أحسن من اللي قبلها؟ إن شاء الله. إن شاء الله. الرسمة اللي انتي شغالة فيها دي رصاص وفحم ولا رصاص بس؟ رصاص وفحم. طيب ليه دمجتي الرصاص مع الفحم؟ يعني كل جنب ممكن كل حتة منها تبقى عايزة شكل، تبقى عايزة نوع من يعني
في حته بتبقى عايزه رصاص وفي حته بتبقى عايزه فحم، بيبقى شكلهم افضل مع بعض. طب انت بقالك هنا سنين كتيره، عايزين بقى نسمع منك كلمه مس غاده. اشكرها جدا على ان هي وصلتني للمستوى ده. انا كنت داخله ما كنتش بعرف ارسم خالص، ما كانش عندي موهبه اصلا. فبعديها لقيت اتحسنت خالص ودخلت معرضين ولقيت يعني نفسي بقيت احسن من الاول كتير. شكرا ليكي. اسمك ايه؟ عامله ايه؟ ايه اللوحه الجميله قوي دي؟ دي لوحه انا رسمها. ليه اخترتي الالوان دي؟ حاسه ان الالوان كلها حلوه كده ومتناسقه. عشان انا بحب اعمل الزراعه اللي هنا وبحب ادمج الالوان تقيله على الخفيف. مين ساعدك في اختيار الرسمه مع الالوان الجميله قوي دي؟ مس غاده. بقالك هنا كتير في المرسم؟ بقالي شهرين بس ومطلعه الجمال ده كله؟ ايه الحلاوه دي؟ بنت اخويا. طب مش تقولي اسمك ايه؟ اسمي ايمان. ايمان ايه؟ ما احنا عارفين ايمان علي محمد بكور. بكور لا يعني، لا في اهتمام كده، في تفرقه. اسمك ايه؟ محمد هشام. اللوحه الجميله اللي انت بترسمها دي ديت بتعبر عن البيئة الملوثة، وديت داخل بيها المسابقة الأول ديت هرسم فيها بيئة ملوثة، وديت هرسم فيها بيئة أتمنى أعيش فيها. طيب ايه اللي خلاك تختار رسمة زي دي؟ هي رسمة مش سهلة. ألوانها زاهية وكمان اللي هي بتوضح حاجات كتير، وأصلا إنه ده قصر وجمال قصر وجمال الحتت دي كلها حلو وجمال الطبيعة. بتعتقد ان انت ان شاء الله لما تخلص اللوحة دي هتطلع مستوى؟ ان شاء الله. ما انا بقولك ان شاء الله هتطلع مستوى. الفنانة، انا اعرف اسم الفنانة. خروج طلعت الشور. اسمك ايه؟ خروج طلعت الشور. طيب احنا شايفين بروازين وشايفين رسمة شغالة فيها، عايزين نعرف تفاصيل كل واحدة كده. نبدأ بدي. دي بتعبر عن حالة فلسطين، ان هي محبوسة جوه مش عارفة تنقذ الدمية بتاعتها. اظن دي اكيد كنت داخلة بيها معرض او حاجة زي كده صح؟ ايوه كنت فيها في معرض مستعد. المعرض اللي فات على طول ده. نسمع برضو رأيك في المعرض، ايه رأيك؟ كان جميل ومنظم جدا، من احسن المعارض اللي حضرناها. نشوف بقى الرسمة اللي بعدها. بتعبر عن الحرية. رسمتيها في قد ايه الرسمة دي؟ شهر باين. طيب ليه اخترتي الرسمة دي؟ لان فعلا هي جميلة قوي وتفاصيلها حلوة. بتعبر عن ان الحيوان افضل من الصديق، افضل من البشر. صداقة الحيوان ان هي اختارت ان هي تبقى صديقة الاسد احسن من البشر. ان هي بتعبر عن الحرية. ومعناها حلو قوي قوي يعني. نشوف بقى رسمتك اللي انتي شغالة فيها اصلا. الرسمة اللي انا شغالة فيها بتعبر برضه عن الحرية. اشرحي لنا تفاصيل كده. ليه اخترتي لون الشعر ده؟ ليه اخترتي لون العيون دي؟ حبيت ان اخلي الوانها تبقى مبهجة وزاهية. هي بجد جميلة وان شاء الله هتطلع لها حلوة قوي. شكرا ليك. فنانة روان، عايزين نعرف بترسمي بألوان ايه؟ زيت. عايزين نعرف تفاصيل اكتر، يعني ايه اللي خلاكي تستخدمي الالوان دي هي تجربة جديدة، يعني اول رسمة ارسمها زيت. طيب بقالك قد ايه في المرسم؟ بقالي كتير، 5 سنين. 5 سنين. اكيد طبعا رسمتي رصاص ورسمتي الوان وطبعا دخلتي في الزيت والفحم. طيب عايزين نسمع منك كلمة لمس غادة. هي مس غادة مش مدرستنا، هي مس غادة صاحبتنا ومامتنا وكل حاجة. المستوى اللي انا فيه دلوقتي وكل المستويات اللي انا عديت فيها بفضل مس غادة. اسمك ايه؟ رحمة. الفنانة رحمة، عاملة ايه؟ الحمد لله. ورينا كده اللي بترسميه. ده رصاص؟ ليه اخترتي الرسمة دي؟ يعني صعبة الرصاص في الحاجات دي وصعبة، ليه اخترتي الرسمة دي؟ يعني عايزة اتعلم واطلع مستويات اكتر من الالوان، عايزة رصاص وعايزة زيت وعايزة فحم، عايزة اطلع مستويات كتيرة ودي طبيعة صامتة حلوة. بقالك قد ايه في الرسمة الجميلة قوي دي؟ اسبوع كده. بقالك اسبوع، ان شاء الله تكمل على خير. ورينا بقى البرواز والبورتريه الحلو قوي ده. ده كنتي داخلة بيه في المعرض؟
ما تفهمينا كده ايه معنى البرواز الحلو ده؟ ان البنت واخده عقل ابوها وقلب امها، وده بيدل على اهتمامهم لبنتهم وحنيتهم ليها. ده بقى عندك في البيت صح؟ صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناتكم قناه ابن البلد. النهارده معانا بنت البلد، فنانه جميله كما عودناكم دايما. بنطلع بنت البلد حافظ القران، بنت البلد في الرياضه، بنت البلد المدرسه، بنت البلد الدكتوره. النهارده معانا بنت البلد الفنانه، فنانتنا طبعا الفنانه الجميله غاده. احب بس اسالها سؤال بس، من امتى غاده يعني حسيت ان انت هتطلعي فنانه؟ يعني من امتى مسكتي قلم رسمتي، ريشه رسمتي، حاجات من كده يعني؟ وانا اصلا من الاول من وانا صغيره بحب الرسم، لان احنا اصلا بيتنا من الاول طالع منه الرسم اصلا. يعني انا بابا كان فنان كبير. انا عارف طبعا ان بنت الوز عوام، انا عارف مين طلعت لمين، بس عايزك تقولي لجمهورك الجميل يعني خدت الموهبه دي من مين؟ خدتها من بابا طبعا. أيوة. لان بابا كان طبعا بيجي يعمل شغل في البيت وبيرسم وكده. بابا مين؟ بابا الاستاذ محمد بكور. ايوه كده طبعا الاستاذ والفنان الاستاذ محمد بكور كان رسام طبعا وخطاط كبير. كانت موهبه، ما كانش دراسه ولا كده زي برضو انا. يعني كل شغلي ده برضو كموهبه، ما هو ملوش اي علاقه بالدراسه. فطلعت من بيت اصلا بيحب الرسم. فكنت وانا صغيره طبعا بحب الرسم. بعد كده ما رسمتش يعني، قعدت صغيره بقى القلم الرصاص التخطيط والخطوط والكلام ده. وبعد كده بقى كبرت واتجوزت. بعد ما اتجوزت بقى بكام سنه كده بدات ان انا ارجع للموهبه القديمه تاني. وبدات ارسم لحد ما كنت برسم لنفسي، لحد ما بدات نزلت قصر الثقافه وبقيت اشتغل هناك تطوعي بعلم الاطفال وكده. فالموضوع ده كبر. طب انت ما حضرتناش واحنا في الثقافه؟ لا. احنا مؤسسين الثقافه. فطبعا بدات بقى من هنا من قصر الثقافه، وبعد كده بقى فتحت مرسم خاص بيا. وكل مدى كده طبعا الحمد لله بتوفيق من ربنا بيكبر. وزي ما حضراتكم شفتوا كده الحمد لله يعني ربنا وفقني فيه. وبطور بقى من موهبتي وشغلي، وبدرس برضه في معهد الخط العربي عشان انا معايا برضه هنا باخد تحسين خط وتعليم الخط العربي. فالحمد لله يعني ربنا وفقني فيه وكده. وزي ما حضرتك ربنا يوفقك دايما يا غاده. غاده معلش انا ملاحظ كده في الريشه بتاعتي كده لحظه حزن كده، يعني لحظه حزن كده في ريشتك كده، ايه سببها؟ انا مش عارفه يعني. هو يعني بس شفت المنظر الجميل ده، بنت النوبه الجميله المصريه، الوش المصري الجميل. حتى لاحظت انا كمان الصوره دي برضه فيها لمسه حزن كده برضه. مش عارفه، هو انا بميل كده يعني، هي بتبقى حزن وهدوء. ايوه هو الواحد كده شويه تمام، فبميل للحاجات اللي فيها حزن شويه. ربنا يوفقك دايما فنانتنا الجميله وبنتنا الجميله غاده. ونشوف ان شاء الله معرض كبير ليكي باذن الله يا رب. ان شاء الله بس نشوف قصر الثقافه الجديد ونشوف لك معرض هناك ان شاء الله باذن الله. بنتمنى لك كل الخير وكل التوفيق يا رب ان شاء الله. الله يخليك. نورتونا والله، شرفتونا النهارده بوجودكم معانا. ربنا يخليك. وده طبعا زاد شرف للمرسم اكتر بحضرتك. ربنا يخليك. انا مش عايز اثقل عليكي يعني، لان انا عارف وراكي شغل وكده. فنانتك الجميله دلوقتي اللي الفنانات الصغيرين الجمال. وبنتمنى لك كل خير ان شاء الله والتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. مسك ختام الفنانين هنا في المرسم الفنانه رانيا مجدي. بقالي سنين كتير قوي هنا. دي بقى انا بقول ان دي بنت مس غاده، فعلا بنتها الكبيره. رانيا بقى لها سنين كتيره، ورانيا بقت كمان بتساعد مس غاده هنا وبتدي الاطفال. عايزين نسمع رايك كده في المعرض من فوق الاطفال. طبعا المعرض يعني مش محتاج، يعني ميس غاده ما شاء الله كل سنه بتتفوق عن السنه اللي قبلها ما شاء الله عليها. عايزين نعرف شغل الاطفال هنا، وفي كمان خط. طبعا. فايه رايك في المستويات؟ ما شاء الله مستويات كويسه. احنا بيجي لنا ناس يعني ايه متبقاش عارفه تمسك القلم ما شاء الله، وبيطلعوا حاجات ثانيه خالص. طب انت بقالك كام سنه هنا في المرسم؟ بقالي كام سنه. انا اصلا يعني زي ما انت قلتي بنت ميس غاده، يعني هي اللي مؤسساني اصلا في الرسم وكده. فقعدت معاها 3 سنين، وبعد كده جيت اشتغلت دي يعني ثاني سنه ليا.
طب عايزين بقى نسمع منك كلمه مس غاده نختم بيها بقى. والله ميس غادة ما شاء الله عليها فنانة عظيمة يعني، وهي اللي حببتني في الرسم أصلا من البداية، ولو ما كنتش كملت وبقيت معاها يعني وكده، وربنا يوفقها دايما ومن الأحسن للأحسن. شكرا مس غاده، وانا من اوائل البنوتات اللي اتلمست واتعلمت على ايد مس غاده. حابه اقول لها يعني كل الشكر بجد، مفيش كلام بجد بجد هيوفيها ويديها حقها. علمتني كتير بعيدا عن الرسم، كانت ام ليا وكانت صديقه، وانا كنت باجي تعليمات، كنت بحكي لها على كل حاجه، فعلا ام لينا، وانا بشكرها وبتمنى لها يا رب دايما التوفيق، وان شاء الله السنه الجايه نعمل برضه الايفنت بتاع المعرض باذن الله. شكرا ليكي جدا. شكرا ليكي يا مساء. كنا في مكان ريشة الفنان، ده اتيليه الاستاذه غاده بكور، واتمتعنا وشفنا فنانتنا الجميله وهي بتعلم اطفالنا، ويا رب كده ان شاء الله نشوفهم غاده 2 و3 و10، وبنهتم دايما برموز المحموديه من فنانيها ومن رموزها، ودايما نشوف المحموديه اجمل بلد. حياتك.